ما رأيكم؟ لماذا رفضت سلطات سلطات مطار القاهرة بالسماح بدخولك إلى القاهرة؟ بالطبع سيرفض سلطات انقلاب مصر دخولي إلى القاهرة، لأنهم يخشون أن يظهر الكثير مما يخفوه من انتهاكات تطال الحقوق والحريات ومن انتهاكات تطال الديمقراطية بعد الانقلاب المشؤوم على ثورة يناير وعلى مطالب 30 يونيو وعلى ثورات الربيع العربي. هم يريدون أن يخفون كل تلك الجرائم والمجزرة الكبيرة التي ارتكبوها بحق حقوق الإنسان وبحق الديمقراطية وقيم ثورة يناير. نعم، هل كان هناك يعني كيف كانت المعاملة؟ ممكن توصفي لنا كيف كانت معاملتكم؟ ما الذي تم الإجراءات؟ الإجراءات التي تمت، أنا نزلت في مطار القاهرة، وبالمناسبة أنا أعلنت قبل أسبوعين بأني في طريقي إلى رابعة العدوية، لأن لا يمكن إلا أن أكون مع الأحرار، أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية، من أجل العدالة والكرامة، من أجل القيم التي رفعتها ثورة يناير وقبلها في مصر، وكذلك ثورة يناير في تونس، وبعدها ثورة اليمن وليبيا وسوريا. أعلنت ذلك بأني في طريقي إلى رابعة العدوية، واليوم ذهبت وإذا كنت في الطابور أنتظر التأشيرة على جوازي. أحد الضباط لمحني وطلب مني أن قال لجوازك دبلوماسي، تعالي يعني سنكرمك في الداخل، إجراءاتك المفروض أن لا تكون مع بقية المواطنين. صدقته، وكان ذا يعني فخ حقيقي يعني منهم. أدخلوني إلى مكتب، هذا المكتب جلست فيه لمدة ساعة، صادروا أو اختطفوا جوازي وجواز الأخت العزيزة بشرى الصرابي، اسمها بشرى حسن الصرابي وليس كما يعني روجوا لها بأنها حسن الترابي، لا، هي حسن الصرابي من اليمن. اختطفوا جوازنا ولم يعيدوه. سألتهم ما الذي حدث، ما المشكلة؟ قالوا لي أنت تعرفين المشكلة. قلت لهم إذن أخبروني هل سأدخل مصر أم لا سأدخل؟ قالوا لا، لن تتمكني من الدخول، اسمك ممنوع يعني وفق يعني القائمة المطروحة في الكمبيوتر، والآن الباص منتظرك، ستصعدين على الباص ومباشرة الطائرة التي أتت بك هي الطائرة نفسها التي ستعيدك. وفعلا أعادتني الطائرة إلى دبي، ومن ثم أنا هنا الآن بين أيديكم في اليمن. هل ما زال جوازاتكم جوازاتنا اختطفت منذ الساعة منذ نزولنا في مطار القاهرة الساعة 11 إلا ربع بتوقيت القاهرة، حتى الساعة تقريبا الساعة 9 في مطار دبي. سلطات دبي حتى مطار دبي لم تعطينا الجوازات إلا أمام بوابة الطائرة، فاختطفت جوازاتنا. ويعني المسألة مش مسألة اختطاف جوازي، أو المسألة مسألة منعي. منعي هو يظهر دليلا قاطعا على مستوى التدهور الذي طال الحقوق والحريات والديمقراطية في مصر في ظل حكم العسكر. هو دليل آخر على أنه من يحكم مصر هو عبارة عن مراهق عسكري الآن يحكم البلد بالبيادة. اليوم السيسي يعين عديد من المحافظين في مصر، أغلبهم رتبة رائد. هو يريد أن يحكم هذا البلد العظيم مصر أم الدنيا، يريد أن يحكمها بالبيادة، يريد أن يحكمها حكم عسكري، يريد أن ينقض على قيم ثورة يناير. وهذا الأمر ليس شأنا مصريا، مصر تعنينا، ومصر هي يعني إذا اهتز الربيع في مصر فهو سيموت في جميع دول الربيع العربي. نحن ندافع هنا عن الربيع العربي، نحن ندافع عن قيم ثورة يناير، نحن ندافع عن قيم الحرية والعدالة والقيم الإنسانية التي ناضلنا وسنناضل من أجلها، ليس في مصر فقط ولكن في جميع دول العالم. ما هي رسالتك، عفوا السؤال الأخير، رسالتك للمعتصمين في رابعة العدوية الذين كنت ستذهبين للمشاركة معهم؟ أن يستمروا في اعتصاماتهم
حتى يسقطوا حكم العسكر، أن يستمروا في اعتصاماتهم حتى يستعيدوا مصر، حتى يستعيدوا قيم ثورة يناير النبيلة. هم الآن يسطرون يعني خطوطا من نور في لحظة تاريخية رائعة. سينتصرون في هذه اللحظة التاريخية التي يقفون بها، ليس أمام المراهق العسكري السيسي، ولكن أمام تآمر إقليمي ودولي ضد دول الربيع العربي. شكرا جزيلا. الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقلب أن ينكسر.